السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. فاكلة هنية مع ماما وسلمى. النهاردة هنعمل عصير جوافة بجيلاتي الفانيليا. تعالوا بينا نسمي الله وندخل الفيديو ونشوف مكونات وصفتنا النهاردة. بسم الله. ومعانا مكونات وصفتنا النهاردة. معانا جوافة زي ما انتم شايفين كده، ومعانا كمان ايس كريم فانيليا، ومعايا سكر، ومعايا لبن بودرة، ومعايا كمان ميه متلجه. تمام. شوف نبتدي بايه الاول. يلا بينا. بسم الله. معانا مكونات وصفتنا النهارده. معانا جوافه زي ما انتم شايفين كده، ومعانا كمان جيلاتي فانيليا، ومعانا كمان سكر، ومعانا ميه متلجه، ومعلقتين كبار لبن بودرة. تمام. انا هجيب طبق وسكينه كده وهنقطع الجوافه. تمام اهو حبايبي، انا بقطع الجوافه. انا طبعا بشيل الحته اللي فوق دي، وكمان دي اللي تحت دي، وبقطعها على طول كده اهو. هناخد حوالي 4 حبات من الجوافه كده. بعد ما قطعت الجوافه بالشكل ده، هحطها بقى في الخلاط. اهو حبايبي، بعد ما قطعت الجوافه وحطيتها كده في الشفشق، انا هحط ميه بس. تمام كده. حبايبي انا بضرب كده اهو. بعد ما ضربتها كده، انا هجيب مصفى واصفي الجوافه دي. تمام اهو حبايبي، انا بصفي اهو الجوافه. انا بعد ما اصفيها كده، انا هرجعها للشفشق تاني. تمام، عشان نحط بقيه مكوناتنا. اهو حبايبي، بعد ما صفيت الجوافه زي ما انتم شايفين كده، رجعتها تاني للشفشق. وهضيف بقى مكوناتي اللي هي ايه: معلقتين كبار من اللبن البودرة اهو. طبعا وانا حطيت 3 معالق من السكر. تمام. وبعدين هناخد من هنا بقى من الجيلاتي ده. طبعا ده جيلاتي فانيليا، انا جايبه العلبه دي باخد منها. تمام. هاخد منها حوالي بقى معلقتين كده برضو كبار من جيلاتي الفانيليا. تمام، بس كده. وهنضرب تاني. اهو حبايبي، بعد ما خلصت العصير بتاعي وصبيته في الشفشق كده، هصبه بقى كمان في الكوبايات. تمام، يلا بينا اهو. وادي العصير بتاعنا بعد ما صبيته كده. عصير ألذ عصير جوافة بجيلاتي الفانيليا. تمام. ودي كانت وصفتنا النهارده: عصير الجوافة بجيلاتي الفانيليا. تمام. جربوها بطريقتي اذا عجبتكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.